يقعدوا يشوفوا الحقيقة، ماشي هذا دوكاتيك سحر، ماشي سحر هذا، ما لازمش تكون الفتنة. بالفيديو انهيار وصدمة داخل القنوات الجزائرية بعد اكتساح المنتخب المغربي المنتخب المصري بالسداسية والتتويج بالميدالية البرونزية، والدراجي يغمى عليه وسط الاستوديو. شاهد ماذا قالوا. ولكن إذا كنت تشعر بالفخر بهذا المنتخب الأسطوري فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت المباراة الكارثية والساحقة بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، وذلك بنتيجة زلزلة شباك المنتخب المصري 6 أهداف مقابل لا شيء، وتتويج أبطال المغرب بالميدالية البرونزية وعودتهم لأرض الوطن مرفوعي الرأس. فقد جن جنون إعلام الجزائر بعد هذا الإنجاز، والبداية كالعادة مع عملاق الكرة الجزائرية علي بن الذي أدلى بتصريح لقناة الهداف الجزائرية وقال: أنا اليوم أرفع قبعتي بكل احترام لهذا المنتخب العظيم الذي لم يعد لوطنه خاوي الوفاض. فالمنتخب المغربي الشقيق أثبت للجميع في هذه البطولة أنه واحد من أقوى وأفضل المنتخبات في العالم. فالمنتخب المغربي كسر عقدة المنتخبات العربية في هذه البطولة العالمية وتغلب على أقوى المنتخبات في العالم، وختم هذه البطولة بإنجاز أسطوري بعد اكتساح لمنتخب مصر بالسداسية وتتويجه بميدالية برونزية، عكس منتخبنا الوطني الجزائري الذي لم يتأهل حتى لهذه البطولة وأصبح في طي النسيان. بينما صرح الدراجي على قناته في اليوتيوب وقال: أنا منذ بداية هذه البطولة وأنا أشك في كل مباراة للمنتخب المغربي، وكنت أقول أن هناك شيء غير طبيعي يحدث وأن المنتخب المغربي يفوز بطرق غير شرعية، لكن بعد مباراته مع منتخب إسبانيا فأنا تأكدت أن المنتخب المغربي يتمتع بقدرات خارقة، وتأكدت اليوم من ذلك بعد اكتساحه لمنتخب مصر بالسداسية. فالمنتخب المغربي كان يشق طريقه نحو التتويج باللقب، ولكنه كان ضحية للتحكيم الفاسد، فالتحكيم كان سببا في إقصاء المنتخب المغربي في مباراته مع إسبانيا، ولو كان تحكيم نزيه لو شاهدنا المنتخب المغربي بطلا يحمل اللقب في هذا الأولمبياد. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا.